ان هنيدي كان راس السهم التي عبرت وعبر وراها جيل كامل. انا رحت لقيت الهنيدي قد كده. احنا دلوقتي في نهاية التسعينات، نجوم الكوميديا الصف الأول قليلين. لا، هما في الحقيقة مش قليلين، هو مفيش غير عادل إمام، ودخل في واحدة من أضعف فتراته. الراجل ده كان شايل الكوميديا لوحده لمدة 25 سنة، بس في نهاية التسعينات عمل بخيت وعديلة 2، اللي أمريكا، رسالة للوالي، الواد محروس بتاع الوزير، اللي اتفرج عليها لأنها أفلام عادل إمام مش لأنها حلوة. امشي يالا، امشي غور. هاخد دقني هروح للوالي وانا كده. يلا. بس الدنيا دلوقتي بتشير على نجم جديد بيعمل تاريخ جديد، بياكل الجو من النجم صاحب الشعبية الطاغية، وفعلا ينجح ويعمل تاريخ كبير. بس هو حاليا بيعمل فيلم يتنزله بعدس عشان تشوفه في جدول الإيرادات. مش بس إيرادات، ده كمان المستوى الفني رديء جدا. بس ايه اللي حصل وصله لكده؟ انا افتكر بحر يا باشا، دي بحر كبيره قوي، ناس رايحه بحر وجايه من بحري. نجيب الشريط من الأول. معلش لو هنرجع كتير، سنة 88 في فيلم يوم مر ويوم حلو مع الأستاذة الكبيرة فاتن حمامة. عمل مشهد واحد كده، عشان يعمل المشهد ده خرج من الامتحان بتاعه في المعهد بحيلة. صاحبه قال له إن والده تعبان وخرجه عشان يرده. قال لي ما ابوك مش تعبان ولا حاجه، في مشهد مع فاتن حمامه. قلت له ايه؟ وكمان الأستاذة فاتن حمامة شكرت فيه، وشكر من فنانة كبيرة زي فاتن حمامة بيدي أي نجم في بدايته دفع. هو بادئ من قبل كده، بس ده أول دور ليه يعلم مع الناس ويعترف بيه هو. وطبعا منقدرش ننسى الدور الرائع في فيلم الهروب، وشكل هنيدي كلنا حسيناه كوميدي بالرغم إنه كان عامل جد، تحسه كان ميس كاست. بس هو كان في البداية كان جسمه هزيل مساعدوش، ويمشي بعدها بشوية أفلام تعلم وياخد خبرة اللي هو كان طالبها. هو كان بيقول إن هو بيروح الأفلام دي عشان هو بياخد خبرة، ويعمل كمان أفلام كوميديا مع الزعيم عادل إمام يتعلم فيها كمان. وكمان كانت ليه نكت بارزة، 3 مناظر دي ما تعديش بسهولة. اوعى تزعل بتاع البخيت وعديلة اللي قال إنه ارتجل فيها كمان. ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. كم منظر؟ 5 مناظر. هو أصلا من أنصار مدرسة الارتجال. وبعد كده نيجي على محطة نانيتو من كومبارس لممثل صاعد، سعيد حزمني إياه، اللي استعرض فيها عضلاته وتحول 360 درجة. كل ده أصلا المسرحية هو ما كانش مترشح للدور الأيقوني حماية بتاع التليفونات، ده كان مترشح هو وأحمد آدم لدور الأخوين اللي عملهم مدحت صالح وشريف منير. احمد ادم وكان ليه حد تاني هيبقى معاه. ويسرا كانت مكان فيليفي عبده، وفؤاد المهندس مكان حسن حسني. زي ما تقول كده مسرحية تانية خالص. اساسا اللي بيلعب الدور ده الاستاذ فؤاد المهندس. حياة ربنا مدام يسرا. وكان غيرت الظروف، فيفي عبده جت وقدمت الجزء المطلوب منها وهو الاستعراضات ونجحت فيهم. فاضل مين؟ الكوميديا. يعملوا مين؟ حماية بتاع التليفونات، اللي ما كانش بالحجم ده، كان صغير جدا وهو كان بيزود فيه. انا عايز اقول لك ان هو من كتر اجتهاده حصل فيروس وصل للفنان حسن حسني وهو خده منه، خلى عينه شكلها محمر كده. هو عمل بيها نكتة. المسرحية من كتر النجاح اللي هنيدي كان محققه فيه كانت بتتباع على حس فيفي عبده بسبب الاستعراضات بتاعتها الرائعة، وبسبب كمان كوميديا محمد هنيدي. المسرحية أصلا كان اسمها حزمني يا بابا، وده اللي خلى المسرحية اتشهرت بعد ما كانت مش لاقية نجاح كبير في الأول، لأنها اتوقفت من الرقابة بسبب الاسم ده. اسمها حزمني يا بابا، وبنقول يا رب نجحنا شويه. وبس كده اتولد لنا نجم جديد يدخل يعمل عمل تلفزيوني اسمه وانت عامل ايه مع صديقه علاء ولي الدين ويكسر الدنيا. مسرحية حزمني خلصت، دخل على طول فيها في مشروع كان مركون على جنب محدش متحمس له، اسمه كده مع اسماعيل راحكي. الفيلم ده حصل فيه حبة مشاكل أصلا بينه وبين محمد فؤاد، لأن هنيدي كان ظهوره طاغي على محمد فؤاد، والناس نسبت نجاح الفيلم لهنيدي. نجاح إسماعيلية رايح جاي منك حقق نجومية أكتر من. وبعدين تبدأ الانطلاق. هنقسم تاريخ هنيدي ل3 عصور و4 فلاسفة. العصر الذهبي اللي كان فيه فلسفة واحدة، العصر الفضي صاحب أكبر عدد من الفلسفات 3 فلاسفة، أكتر عصر كان فيه انتقال وأطول عصر فيهم. نبدأ العصر الأول من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ما كانش بس أول بطولة ليه، لا ده بداية تاريخ جديد للسينما، بتيم عارض على تيمة السينما المصرية الأولى اللي هي الدراما. ممكن تشوفوا كمان حلقة تيمة السينما المصرية عندي أكتر. تخيل في سنتين تعمل فيلمين يجيبوا ايرادات بأسعار دلوقتي 246 مليون جنيه. الرقم ده اللي هيفضل صامد لسنين. عشان تعرف قيمة المبلغ ده، أحمد عز في 3 سنين من أنجح أفلامه الخلية وولاد رزق والممر جابوا كلهم على بعض 230 مليون جنيه. 3 أفلام بس عشان يقرب من محمد هنيدي. صعب النجاح اللي اتكرر. وعايز أقول لك بس إزاي هو كان ظهوره في الأول طاغي جدا. النقطة اللي تتحسب لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية إنه قدم الجيل الجديد اللي هيقود المرحلة القادمة.
السينما قبل كده كانت بتقدم من خلال مخرجين، يعني في الخمسينات يوسف شاهين اكتشف عمر الشريف، في الثمانينات جيل الواقعية قدموا لنا أحمد زكي، نور الشريف، محمود عبد العزيز. دي أول مرة يتخلق الجانرا والأبطال في فيلم واحد. فيلم لو نحلله بعدسة فنية هنلاقي فيه عيوب، بس الكوميديا اللي فيه واللي أثبتت بعد 25 سنة إنها عايشة لدرجة مطالبة بالجزء التاني. لا وكمان كلام يتقال إنه ممكن يتعمل فعلا وشغف الناس ليه كتير. وبعدين خطوة تانية في نفس الطريق، فيلم همام، وتقريبا ناقش بنفس الفكرة بتاعت صعيدي بس بطريقة أفضل. موضوع الغربة، الصعيدي كان بيتكلم عن الغربة، كان في مصر بس كان في غربة لبسه وسط الناس وطريقة كلام الناس، حتى طريقة معاكسته، ولا اختلاف يوحى بالغربة. زيه زي همام. صورة همام وهو منبهر بهولندا لو اتحطت جنب صعيدي وهو داخل الجامعة توضح لك المعنى. لو سمحت، ما فيش حد بيبيع حجاره قلم هنا؟ ايه حجاره؟ همام كمان كانت ايراداته عالية، كمان زي ما كان تاني عمل بطولة لهنيدي كان تاني عمل ايرادات لهنيدي 130 جنيه بأسعار دلوقتي. بيت الروبي اللي هو أعلى فيلم في مصر من غير حساب معدل التضخم عامل 126 مليون جنيه. وبالمناسبة أنا كمان عملت حلقة عن همام، ممكن تشرفوني وتشوفوها برضه. هنيدي بعد حزمني ياما موقفش مسرح، وبالرغم من نجاحه السينمائي الكبير كان بيعمل مسرحيات، وعمل في سنة الصعيدي على باندا مع علاء ولي الدين، وفي سنة همام عمل أشهر مسرحية ليه عفروتو، المسرحية صاحبة أكثر رسالة مباشرة في التاريخ. نفوق، يا ريت نفوق بقى. وأكتر ضحك الأمان. هنيدي يرجع للسينما ويجيب على إيرادات زي الفيلم اللي قبله، بس الفيلم كان أقل فنيا، بليه ودماغه عليه. الفيلم يتشاف وتطلع منه بنكت وضحك، بس الفيلم فاضي في كتير من جوانبه، ومع الحوت اللي كان جنبه ناجح فنيا وناجح في الإيرادات. لما نحط الفيلمين جنب بعض هتعرف إن هنيدي فشل. أنا بتكلم عن فيلم الناظر طبعا، بس إيرادات فيلم بليه أنقذته. بس لسه هنيدي عنده فرصة يرجع تاني، والسنة اللي بعدها يختار عمل أفضل فنيا وينجح في الإيرادات. أنا بتكلم عن فيلم جانا البنا التالي. القصة الأفضل بالنسبة ليا، قصة الفيلم حلوة وتفاصيلها حلوة، الجانب الكوميدي لذيذ جدا، إيراداته كمان أكبر من فيلم بليه. نقدر نقول عصر هنيدي الذهبي انتهى هنا، وانتهت نهاية وحشة. فيلم هنيدي ما جابش إيرادات بالرغم من إنه معاه أشرف عباية كوميديان جامد وسعيد حامد مخرج همام، بس دي سنة الليمبي كله على جنب. محمد سعد كوميديا جديدة بطريقة جديدة، حركات جسدية لو اتعملت من حد غيره تبقى سخيفة. بس مع ذكر إن الكوميديا الجسدية مش محمد سعد أول واحد قدمها، محمد صبحي في مسرحية الجوكر بدع على آخر الإبداع. بس محمد سعد طور طريقته الخاصة. احنا نسينا حاجة الفيلم ده اللي حصل تقريبا مع الفيلم. ومش بس كده، كمان مسرحية هنيدي كمان ما كانتش حلوة زي المسرحيات اللي قبلها. طبيعي اهو، مفيش ناس كتير تعرفها، ما اتعرضتش زي عفروتو ولا حتى على باندا. ودي كانت آخر علاقة لهنيدي بالمسرح، ما رجعش غير بعد 20 سنة. بس اللي حصل مع هنيدي في فيلم صاحبه اللي خد ايراداته من 18 مليون جنيه ل 7 مليون، فاهم الفرق وفاهم ازاي صدمته على هنيدي خلاه غير فلسفته في اختيار الأعمال. هنيدي حس إن فلسفة مدحت العدل مش هتنفع، ويروح يدور على مؤلفين جداد. مين احنا هنفكر ليه؟ احمد عبد الله اللي عمل الناصر وعمل الليمبي اللي كسبني في اخر سنه، وتعاون مع احمد عبد الله ويعمل عسكر في المعسكر. لما تيجي تقارنه بالفيلم اللي قبله وتشوف فلسفته، الفيلم بيتكلم عن الصحوبيه والجدعنه بشكل جذاب، وتحط جنب فيلم قرر يحارب الطار الفكر التخلفي، هتفهم ازاي فيلم هنيدي اتطور بس ما نجحش. النجاح بتاع هنيدي عمل 9 مليون جنيه بس. هقتل واديك رن. سلام عليكم. لا يا خضر، لا. بس الفيلم اصلا حبكته كانت غريبه شويه. الناس تقول لك ما عندوش اخوات، ازاي دخل الجيش؟ رد هنيدي من المؤلف انه كان عسكري امن مركزي، تقريبا نسيت الناس ان اخواته ومرات ابوه كانوا موجودين في البيت. صحيح في الفيلم ده صحوبيه بس انتصار لقيم انسانيه في الاخر، مش لقيم تنازلات مش مفهومه. هنيدي قرر يجرب تاني بس يغير المخرج ويجيب مخرج نجح مع الجيل بتاعه، مش محتاجه تفكير. شريف عرفة اللي عمل عبود على الحدود، الناظر، مافيا، يعني نجح مع الجيل ده في اكتر من نوع. وقد كان نزل فيلم فول الصين العظيم اللي كانوا يسموه فول الصين العظيم، بس فرص ان هي اعترضت على اسمه، جاب ايرادات اول اسبوع بس 5 مليون جنيه. وهنا تلاحظ تجلى افكار المدرسه الجديده، الفلسفه التانية دخلت دلوقتي. في بداية تقبل الاخر والتعلم منهم اذا كانوا احسن مننا. افكار اتقدمت في الليمبي قبل كده بس محدش ركز معاها، كوميديا سعد ضغط على الفيلم، وفي الفيلم ده زودوها وحطوها بشكل اوضح، وبعدها يقدم فيلم مش بقوة فول الصين العظيم بس يكمل على نفس الفلسفه، فلسفه طرد الفكر التخلفي. انا بتكلم عن فيلم انا يا خالتي، الفيلم اللي بيحكي عن الدجل والشعوذه وازاي تصديق الناس كتير ليهم. الفكر اللي كان سائد في الوقت ده بشكل كبير والحد دلوقتي موجود بس اقل كتير على الاول. وبعدين يفكر في نوع جديد، الفلسفه القديمه لا، ولا حتى الفلسفه اللي بيعملها، هو قرر يضحك من اجل الضحك. الفلسفه التالتة ينزل لنا بوش اجرام، فيلم محدش يعرف يحكيه. فيلم عباره عن سكتشات مترابطه والغرض منها والاهم من الفيلم الضحك. انت ضحكت في وش اجرام ممكن تطلع منه نكت كتير جدا. مدرسه الهلس من اجل الضحك معروفه، وعملها طبعا قبل كده سمير غانم وكان من انصارها.
وش إجرام نجح وعمل مطلوب منه. العمل الرابع نحاول ندمج جزء من فلسفة الأفلام الأولى مع النكت الكتير جدا. الفلسفة الرابعة وننزل بعندليب الدق اللي نجح جدا، بس الجزء الأول الجزء اللي النكت فيه كانت هي الفلسفة كانت أفضل بمراحل كتير من الجزء التاني اللي كان بيتكلم عن فلسفة الوحدة بالعرب وتآمر الغرب علينا. الفلسفة اللي محمد هنيدي قدم عكسها في فول الصين العظيم، في نفس السنة قدم لنا حاجة للتاريخ، حاجة هنيدي تميز فيها من زمان. كرتون للكبار فقط، انزل يا ابني بسوبر هنيدي، ويعمل منه جزئين أحلى من بعض. هنيدي يقدم كرتون كتير ونجح فيه لأن صوته مميز وخامته كوميدية يعرف يلعب بيها كويس. ما نقدرش ننسى دوره في شركة المرعبين المحدودة، ولا طبعا تيمون في الأسد الملك. ونيجي يحاول تاني بالفلسفة القديمة وينزل برمضان مبروك أبو العالمين حمود، بس المرة دي الفلسفة القديمة رجعت تاني. هنا أقصد بيها فلسفة همام وصعيدي. غربة مدرس من الريف علشان يعلم ولاد الحضر بأسلوب متخلف جدا، ماسك 14 أداة تعذيب. الشنطة بتاعته ما تطلعش منها كتاب، طلع منها خرزانة كرباج. مش مدرس، وحتى وقع لدرجة إنه ممكن يروح لطالب العزا يضربه. أنا عارف إنها كوميدية وتضحك، هو ده اللي بس أداة جامدة لوصف للشخصية. رمضان نجح جدا تجاريا وعمل إيرادات كبيرة، وهنيدي عجبته إنه ينوع ينزل بفيلم من الفلسفة القديمة وبعدها الجديدة. أمير البحار، شفت وش جرام؟ عمل زيه بالظبط. أمير البحار كان فيه ترتيب أكتر من وش جرام كمان. الكوميديا فيه كانت عالية. ما كنتش بتكلم، انا كنت مركز مع الدكتور. ايه اخر حاجه على الدكتور؟ اخر حاجه وعمل النجاح الكبير برضه وجاب ايرادات. وبس كده يبقى العصر الفضي انتهى، والايرا دياتي خلص فيها كل انواع التجارب. تجربة اكتر من نوع من الكوميديا، وفيها كوميديا مع فكر وفلسفة. حصلت الثورة. نعمل ايه؟ نعيد رمضان تاني لغاية ما نشوف فكرة جديدة. عملوا مسلسل ما يجيش ربع الفيلم، بس المرة دي راح باريس وهنا اكتشف تخلفه في التعامل لما يواجه ناس عكسه ويحاول يتعامل بنفس النمط، كأنه بيتقال في وشه طريقتك وحشة. ويرجع للسينما بفيلم تيتا رهيبة. الفيلم ينجح في شباك التذاكر، بس يمكن لأن الناس بقالها 3 سنين ما شافتش فيلم لهنيدي. الفيلم فلسفة رمضان، بس طبعا مش بالمستوى اللي اتنفذ بيه. كان فيلم مش حلو مقارنة بانتصارش 3 سنين يتعمل لنا فيهم مسلسل وحش وكمان يتعمل لنا تيتا رهيبة. هنيدي يستنى 2 كمان على اساس يحضر عمل يصالح بيه الناس، وننزل بيوم ملوش لازمة. ممكن نشيل كلمة يوم ويبقى فيلم والجملة هتمشي عادي جدا. شفت كل اللي قلته على تيتا رهيبة اضربها ب100. فيلم وحش، سيناريو اوحش، احداث غبية، نكت ملزقة، اقل افلام هنيدي. الفيلم عدى عليه 8 سنين، حد فاكر منه حاجة؟ وفي نفس الوقت وهنيدي كان واضح انه داخل وقرر يبوظ احد اعماله الخالدة سوبر هنيدي. نزل بجزئين ما يتقارنوش اصلا بالجزء الاول والتاني. الفترة اللي هنيدي بيبوظ فيها اعماله القديمة. رمضان، سوبر هنيدي يستنى 2 عشان يفكر في عمل، والناس تتأمل في نجمها المفضل عمل فعلا يرجعه للشاشة. رجع، بس المستوى نزل بعنترة ابن شداد. عنترة ابن شداد. فيلم اتحط جوه الديك فريزر كده. حتى ثنائياته مع باسم السمرة الانتعاش الوحيد اللي كان في تيتا رهيبة باظ. هنا مش هتكلم عن تماسك قصة، انا هتكلم عن الاستظراف اللي يخليك ما تترسمش حد. كل ده خلى هنيدي يأدي شوية وينزل بأرض نفاق. مسلسل متاخد عن فيلم رفاق المهندس، بس عجبني ضحكني رغم الرسائل المباشرة، والناس تأملت في هنيدي خير. وعمل كمان مسرحية اسمها 3 أيام في الساحل. انا مشفتش المسرحية، بس قرار الناس عنها كويسة. كان عمل يزيد. هنيدي هيشتغل مع شريف عرفة، ده باين عليه راجع ولا ايه. ونزل الانس والنمس، ردت عليه. محدش ينكر ان الفيلم اكتر جملة ممكن تدعى عليه انه فيلم كويس. الفيلم بسبب التوقعات العالية بتاعت شريف عرفة مع هنيدي لدرجة اقناع عمودي الامام انه يرجع يعمل موسيقى. ممكن تقول ان قللت من التقييم، يعني لو هنيدي كان عمل الفيلم ده من غير شريف عرفة يمكن كان خد تقدير اكتر من كده. بس ده عالم كبير في المجال، وكان عامل قبلها فيلم الكنز، يعني لسه عنده اللي يقدمه. خلاص هنيدي قرر يجرب تاني بفيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل. انا مشوفتش الفيلم، بس وحش لدرجة وعد من بطل من العام القادم هيكون أحلى. ونزل العام القادم بعدها بسنة، وكان أسوأ أعمال هنيدي. تقييمات سيئة وإيرادات سيئة. الفيلم جاب 15 مليون جنيه يا فندم. قبلها ب20 سنة صاحبه الفيلم يعتبر فشل لهنيدي كان جاب 7 مليون جنيه، وده من 20 سنة. فإيه يا أستاذ، هتقعد بعمل جديد حلو وتنزل من محمود الخطيب خبط النقيب؟ أنا بحب هنيدي والكلام القاسي ده ويكي نبع من حبي ليه، والشخصية ضحكتني في وقت كتير أنا فعلا كنت حزين فيه. أنا كنت بعمل حلقة عن همام، اتفرجت على الفيلم 4 مرات ما كنتش قادر أكتب من كتر ما كنت بضحك. ومحتاج الخطوة اللي خدها عادل إمام ساعة ما هو طلع، التفكير في حاجة جديدة تنافس بيها، أو حتى الخطوة اللي هو أخدها لما صاحبه فشل. تخيل هو من 20 سنة أنضج من دلوقتي. يعني بتكلم كأنه بشوف الحلقة، بس فعلا نفسي يسمع الكلام ده. شكرا لكم على المشاهدة، واللي وصل لغاية دلوقتي ده أسد يا اسطى.